خلينا نتكلم بجرأة وصراحة زيادة النهاردة في موضوع دايما بيعمل جدل كبير جدا بين الرجالة والستات، وهو موضوع ماضي الست. في ناس بتقول ان الماضي خلاص انتهى، وان اي راجل بيهتم بماضي الست هو يا اما راجل معقد او راجل مش واثق في نفسه. لكن الحقيقة ان الموضوع مش بسيط ابدا بالدرجة دي، لان اي علاقة بالراجل وست مش بتبدأ ابدا من فراغ. كل واحد فيهم بيدخل العلاقة دي بيبقى معاه تجاربه القديمة وطريقة تفكيره عن الحب والارتباط، والحاجات دي او طريقة التفكير دي بينقلها في علاقته الجديدة. عشان كده السؤال المهم هنا، هل ماضي الست ممكن فعلا يأثر على العلاقة الجديدة؟ وهل الراجل لازم يكون واعي قبل ما يدخل اي علاقة جديدة بالنقطة دي ولا مش ضروري؟ عشان كده في الفيديو ده هنتكلم بصراحة ووضوح عن النقط اللي لازم الراجل يخلي باله منها كويس جدا قبل ما يدخل اي علاقة جديدة بخصوص ماضي الست. والنقط اللي هنتكلم فيها هم 7 نقط بالتحديد. النقطة الأولى هي إن ماضي الست بيأثر على طريقة تفكيرها في العلاقة الجديدة. أول حاجة لازم أي راجل يفهمها إن التجارب اللي الإنسان بيعدي بيها في حياته بتشكل شخصيته. يعني لو الست دخلت في علاقات كتيرة قبل كده، طبيعي جدا إن اللي هي مرت بيه ده هتأثر على علاقتها الحالية، وهتأثر على نظرتها لفكرة العلاقات عامة. وده ممكن يخليها تشوف العلاقات بشكل مختلف تماما عن اللي انت بتشوفه بيه. يعني مثلا ممكن تبقى شايفه ان العلاقه ممكن تبتدي بسهوله وتنتهي بسرعه ومفيش اي مشكله في الموضوع ده عندها، لكن الراجل اللي داخل علاقه بنيه الاستقرار ونيه الاستمراريه بيبقى صعب عليه جدا الموضوع ده. بيبقى شايف ان العلاقه دي متوقع انها تكون مبنيه على الجديه وعلى الالتزام. المشكله هنا بتحصل لما بتكون طريقه تفكير الراجل مختلفه تماما عن طريقه تفكير الست. هي شايفه ان مفيش اي مشكله، علاقه تخلص وتنتهي بسرعه، والراجل داخل دماغه كلها في الاستقرار وعايز يكمل وجد وعايز يلتزم. النقطة الثانية اللي هتكلم عليها هي فكرة ان كثرة العلاقات بتاعت الست ممكن تأثر جدا على فكرة الالتزام. العلاقة الجدية محتاجة التزام واستقرار، لكن في بعض الأحيان الست اللي اتعودت تدخل في علاقات كتير ممكن يكون عندها صعوبة جدا في فكرة الاستقرار الطويل. أكيد أنا مش بقول ان كل الستات كده، لكن أنا بتكلم على الست متعددة العلاقات. إن الست لما بتتعود على نمط معين من العلاقات، وهي فكرة انها تخش في علاقة والعلاقة تنتهي بسرعة، بيبقى صعب عليها جدا انها تغير نمط العلاقات ده فجأة في طريقة تفكيرها. هي خلاص بتبقى متسيستمة ومتبرمجة على فكرة ان انا عادي اخش في علاقه والعلاقه دي تنتهي، مش فعلها ابدا فكره الاستقرار والالتزام والامد الطويل وكل الحاجات دي ابدا. بتكون العلاقه بالنسبه لها مجرد تجربه من تجارب كتيره جدا، فبالتالي ما عندهاش اي مشكله ان العلاقه دي تنتهي بسرعه. عشان كده ارجع واقولها، العقليه دي اللي متعوده على نمط معين من العلاقات صعب جدا طريقه تفكيرها دي تتغير بفكره ان العلاقه دي لازم تستمر طول العمر. ثالث نقطه لازم اي راجل يفهمها كويس ويخلي باله منها جدا، هي فكره ان المقارنات بينك وبين علاقاتها القديمه. واحده من اخطر الحاجات اللي ممكن تدمر اي علاقه هي فكره المقارنات. لما الست تقارن بين الراجل اللي معاها دلوقتي والرجاله اللي كانوا في حياتها قبل كده، دي مصيبه عمرك ما تتخيل توابعها هي ايه. وعلى فكره المقارنات دي ممكن تكون مش بس في الحاجات الكبيره، ممكن تكون في اشياء بسيطه جدا، زي فكره طريقه الكلام، طريقه الاهتمام، او حتى اسلوب الحياه. فكره انها قاعده طول الوقت بتقارن بينك وبين رجاله تانيين كانوا قبل كده معاها في علاقات، ده في حد ذاتها بيخلي مخها مش قادر يركز معاك، مش قادره تركز في فكره انها تعدل الامور اللي بينكم وتصلح الامور اللي بينكم. لا، بيبقى دايما بتقول ما هو اللي قبل كده كان احسن، ده كان بيهتم اكتر، ده كان لطيف وبيسمعني كلام احلى، ده كان مثلا مهتم بشغله اكتر. والحقيقه ان مفيش اي راجل كامل، فهي لو فضلت داخله في دوامه المقارنات ده بالتبعيه هيدمر علاقتك بيها تماما، لان هتلاقيها مش قادره تركز معاك صح. في نفس الوقت فكره المقارنات بتخلي الراجل يحس ان هو دايما في اختبار، وانه لازم دايما يثبت ان هو افضل من ناس تانية كانت موجوده في حياتها قبل كده، وهو ملوش اي علاقه بكل المواضيع دي اساسا. وخلي بالك من نقطه مهمه جدا، ان المقارنات دي ساعات مش بتكون بطريقه مباشره. بتيجي بتقول لك جمله زي فكره انا مثلا متعوده ان الراجل يعمل كذا كذا كذا. هي جابت منين الموضوع ده؟ جابت منين؟ من علاقاتها القديمه قبل كده. او تيجي تقول لك جمله زي كان في حد قبل كده بيعمل كذا كذا. اول ما تسمع الجمل دي انت لازم تخلي بالك كويس جدا، حتى لو انت مش عارف ماضيها، ان هي بنسبه كبيره جدا هي متعدده العلاقات وعارفه رجاله قبلك كتير جدا، فبالتالي هي بتطبق عليك فكره المقارنات. فلازم تحذر من الموضوع ده، لان الموضوع ده كارثي. الجمل دي ممكن تبان بسيطه على فكره، لكن في الواقع هي بتخلق ضغط كبير جدا عليك، وبتحسسك دايما بمسؤوليه ان انت مطلوب منك ان انت كراجل تعمل كل الحاجات دي، والا انت مش هتبقى راجل في نظرها. والحقيقه بتقول طبعا ان اي علاقه صحيه ما ينفعش تكون مبنيه ابدا على فكره المقارنات. العلاقه الصحيه بتبقى فكرتها ان كل شخص شايف ان الشخص التاني طرف مستقل، مش نسخه من مقارنه قديمه من الماضي. النقطه الرابعه واتمنى ان انت ما تتحطش فيها ابدا، هي فكره ان الماضي اللي لسه موجود في حياتها. في فرق كبير جدا بين ست كان عندها ماضي وانتهى، وست ماضيها لسه موجود في حياتها. الماضي اللي انتهى يعني علاقه انتهت فعلا بكل تفاصيلها ومفيش اي ارتباط بيها دلوقتي، لكن المشكله بقى لما الماضي بتاعها القديم ده يفضل موجود في حياتها بشكل او باخر. يعني مثلا لو لسه هي فكره على تواصل مع علاقات قديمه، ولسه في ناس من الماضي موجودين في حياتها بشكل مستمر، سواء كان في الشغل او في العيله او غيره.
خلي بالك ساعات بيكون التواصل ده على السوشيال ميديا عن طريق مكالمات او اهتمام او عن طريق سؤال بسيط، لكن الحقيقه الموضوع مش بيكون كده ابدا. وجود اشخاص من الماضي في حياه الست كانت هي ليها علاقه معاهم ده مشكله كارثيه. دي بتحط الرجاله دول كانهم بالظبط هم البديل ليك في اي وقت يحصل بينك وبينها مشاكل. اول ما يحصل بينك وبينها مشاكل هي بتفضل على تواصل مع الناس دي، حاسه ان الناس دي بديل ليها انها من الاخر ترميك وتقلبك وتروح لاي حد فيهم. اما بقى النقطه الخامسه فهي علامات كده لازم كل راجل ينتبه ليها كويس جدا. في شويه علامات كده لو ظهرت في العلاقه لازم الراجل ياخد باله منها كويس جدا. مش معناها بالضروره ان في مشكله كبيره، لكن اشارات لازم تخلي بالك منها كويس. مثلا زي فكره الغموض الشديد عن الماضي. لو هي ما بتحكيش خالص عن الماضي ليك، او هي بتيجي تقول لك لا انا ما عنديش اي ماضي خالص او ما فيش اي حاجه. لو الراجل مثلا سال سؤال بسيط عن الماضي تلاقي الست كده بتتهرب، تلاقيها مش عايزه تجاوبك، تلاقيها بتغير الموضوع بشكل مبالغ فيه. خليك فاهم الست اللي بتعمل كده هي مش عايزه تحكي لك اي حاجه عن ماضيها، مش عايزه تعرفك اي حاجه، وبالتالي مفيش حد بيخبي حاجه غير لو في مصيبه اكيد وراها. تاني علامه هي فكره ان في رجاله من الماضي كان ليها ماضي معاهم ولسه الرجاله دي موجودين في حياتها، سواء كان بقى على السوشيال ميديا او كان في التعامل اليومي. تالت حاجه تخلي بالك منها جدا هي فكره المقارنات، زي ما قلنا قبل كده، اللي هي فكره ان انت تلاقيها دايما بتقارنك، او فكره تيجي تتكلم عامه عن الرجاله، انا متعوده ان الراجل يعمل 1 2 3، انا كنت منتظر منك تعمل 1 2 3. الموضوع ده لو سمعته باستمرار خليك فاهم كويس ان الست دي ليها ماضي وماضي خطير جدا، والموضوع ده هياثر على علاقتك الحاليه بشكل كارثي. رابع نقطه وانا دي بعتبرها اللي هو كده ايه البوتوم لاين بتاع الموضوع، ان انت لو لقيتها بتتهرب من فكره الالتزام، تلاقيها مش عايزه تلتزم معاك. يعني مثلا لما الكلام يوصل معاها لموضوع الجديه، فكره الجواز، فكره الخطوبه، فكره حاجه رسميه، بتلاقي على طول بتتهرب وبتغير الموضوع، تقول لك اصل انا لسه مش مستعديه، اصل انت لسه مش جاهز، طب خلينا الاول نطمن لبعض، خلينا الاول نعمل. تلاقيها على طول اول الموضوع ما بيخش في موضوع الجد، فكره التزام انك هتلتزمي معايا بواحد اتنين تلاته، على طول بتبتدي تتهرب. هي بتبقى عايزه تحط نفسها دايما كده في خانه الفري زون، عايزه دايما ابقى حره، ابقى معاك النهارده كويسه اوكي، عايزه ابقى معاك النهارده وحشه تمام، النهارده اكلمك تمام، بعد اسبوع اختفي من حياتك تمام. الناس اللي زي دي بتلاقيها مش عايزه تلتزم معاك ابدا، بتتهرب منك بشكل واضح جدا. اما بقى النقطه السادسه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده هو فكره انت ازاي كراجل تتعامل في الموضوع ده بذكاء. الراجل الذكي فعليا هو مش الراجل اللي بيقعد مع ست يحقق معاها في الموضوع. مش دورك انت ان انت تحاسبها على الماضي بتاعها وتعرف كل تفصيله صغيره في الماضي بتاعها حصل فيها ايه، لكن في نفس الوقت الراجل الذكي ما يبقاش اعمى، يبقى مخلي باله من العلامات اللي موجوده قدامه. لازم تكون واعي، لازم تشوف الصوره كامله. لازم تسال نفسك اسئله زي فكره هل الست دي واضحه في كلامها؟ هل تصرفاتها مستقره فعليا؟ هل في احترام للعلاقه اللي بينكم؟ هل في جديه والتزام وعايزه العلاقه اللي بينكم دي تتطور وتخش في موضوع جدي، ولا مجرد كلام وخلاص؟ لما بيكون في حاجات كتيره مش مستقره وحاجات كتيره غامضه ومش مفهومه وهي مخبياها، خليك فاهم كويس ان في مشكله هنا جدا واضحه قوي لازم تخلي بالك منها. ولو انت ما خليتش بالك منها الموضوع هيتقلب عليك انت اللي في الاخر اللي هتتدبس، لان هي الطرف المخبي، انت مش عارف انت بيتدبر لك ايه من ورا ظهرك. بقى النقطه السابعه والاخيره معانا واللي هننهي بيها موضوع الحلقه، وهي فكره نصيحه مهمه جدا لكل راجل. اختار الست اللي تحس معاها بالامان، اختار الست اللي تحس معاها بالاستقرار، اختار الست اللي تحس انها بتسعى بكل ما لديها انها تكون معاك وتلتزم معاك وتقفل عليك. مش تحس معاها ان هي دايما بتتهرب، مش تحس دايما ان انت لما بتخش بجديه تلاقيها بتهرب منك وبتغير الموضوع، مش تحس ان تلاقي كلام بتاعها متناقض وتكتشف انها بتكذب هنا والحقيقه مش واضحه هنا. تلاقي الموضوع كده مش مريح. خليك فاهم ان الست دي ما تنفعكش. لازم تكون معاك ست تحس معاها بالاستقرار، تحس معاها بالهدوء النفسي، تحس معاها بالسكينه، لان العلاقه اللي هتكمل وهتنجح فعليا هي العلاقه اللي فيها وضوح وفيها ثقه وفيها احترام. لو انت كراجل داخل في علاقه وطول الوقت حاسس بالقلق والشك وانك مش مطمن ودماغك طول الوقت عمال تشغلها يمين وشمال، خليك عارف ان الست دي مش كويسه. الست دي لو كويسه مش هتعيشك اللي انت عايشه ابدا. عشان كده الراجل الصح، الراجل الذكي، لازم يفكر كويس جدا قبل ما يخش اي علاقه، ولازم يبقى فاهم كويس هو مطلوب منه ايه ومطلوب من الطرف اللي قدامه ايه، ولازم يبقى فاهم كويس ان انت في اي وقت تنسحب عادي جدا حتى لو روحك في البنت اللي انت مرتبط بيها، لان بمنتهى البساطه الاختيار الصح في البدايه ممكن يوفر عليك مشاكل كبيره جدا انت في غنى عنها بعد كده. دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون شايفينه فيديو مفيد. لو حاسين ان في اي حد ممكن يستفيد من الفيديو ده ما تبخلوش ان انتوا تبعتوا له رابط الفيديو، لعل وعسى تاخد اجر وثواب ان انت ساعدت الشخص ده. ولو انت عايز تعرف اكتر عن كيف تفكر المراه في العلاقات او طريقه تفكير الست في العلاقات بيبقى عامل ازاي، فشوف الفيديو اللي طالع قدامكم ده. السلام عليكم.